صباح الخير يا أجمل وأحلى وأفضل شخص موجود في كل تاريخ الدنيا. صباح الخير يا أمي، يا أختي، يا صديقتي، يا أغلى وأقرب حاجة على قلبي. صباح الخير يا أفضل حاجة خلقه ربنا. صباح الخير يا أكتر شخص ربنا بيحبه وبشوفه ملكة في عيونه. أنا مبسوطة خالص في النهار الجميل ده إنه أقدر يتسنح لي فرصة في كل مرة إنه أنا أقدر أتكلم معاكم، أقدر أتشارك معاكم عن أشياء ممكن اختبرتها، أشياء ممكن فادتني جدا، وأنا متأكدة إنه أنتوا كمان حتستفيدوا منها، وربنا يديني النعمة إني أقدر أقدم كل حاجة وما أخبي ولا حاجة عنها. ممكن إحنا في الحلقة الثانية بعد ما كان الحلقة الأولى إحنا اتكلمنا عن قبول الذات أو محبة الذات، عرفنا كيف أنت تحب نفسك، كيف إنك تقبل نفسك، كيف إنك تغاوم كل فكرة ممكن بيكون ضد إنه أنت تحب نفسك أو أنت تقبل نفسك زي ما أنت. الليلة جايين نتكلم في حلقة تانية بعنوان مختلف عن ذاك، لكن بيكمل لأنه هو كله بشكل سلسلة بتاع التغيير. طيب الحلقة الليلة بعنوانه بيقول إنه خطوة نحو التغيير. يعني أنا وإنتي أدينا أول خطوة إنه إحنا مشينا وقررنا إنه إحنا نحب نفسنا، لكن فوق ده كله في تاني خطوة نحو التغيير بطريقة أمتن وبطريقة أفضل وبطريقة أقوى، بيخلينا نقدر نوصل لأي حاجة إحنا عايزينها. تمام. أول حاجة وإحنا قاعدين نتكلم عن التغيير علشان إنه أنا وإنتي نتغير، في خطوة واحدة مهمة لكن هي بتشكل تحدي في أول مرة أنت عايز تتخذه، بشكل تحدي لناس كثيرين ممكن قد يكون صعب جدا إنه هم يتخذوا القرار ده. أول شيء هو إنك تتخذ قرار بالتغيير، أو إنك تتخذ قرار إنك أنت تخطو خطوة نحو التغيير. وده لما أنت تاخد خطوة نحو التغيير ده بيخليك إنه وبيدل على حاجة واحدة، إنه حياتك غالية عليك، حياتك غالية على نفسك، حياتك ثمينة في عيونك. فعشان كده أنت بتقرر إنه أنت تخطو أو تتخذ قرار بإنك أنت عايز تتغير. طيب وأنت قاعد تتخذ قرار عشان أنت تتغير بيجيك أفكار كتير، ممكن إنه أنا منو عشان أتغير، أنا كيف حاتغير أصلا، وأنا في ناس فلان وفي ناس علان وفي ماما وفي بابا وفي أخوي وفي أختي وفي صديقتي كانوا دايما بيقولوا إنه أنا طبيعتي معقدة، أنا زول ما ممكن نتغير، زي المقولة اللي بقولك أنتي عمرك ما حتتغيري. وده بيبني جوانا مرارات وبيبني جوانا شكوك وبيبني في أفكارنا حصون، بيخلينا لما إحنا نحاول نفكر إنه عايزين نتغير تكون صعبة خالص إنه نتغير. ليه؟ لأنه الأفكار دي بتحاجمنا في كل وقت إحنا عايزين نتغير فيها، وبيكون يعني ضاغط علينا. لكن فوق ده كله لو أنت عايزة تثبتي إنك لنفسك أنت جريئة قبل ما تثبتي للناس، إذا أنت عايزة تثبتي لنفسك إنه أنت أقوى من كل كلمة اتقالت لكي، محتاجة تتخذي الخطوة الصعبة دي، إنك أنت تتخذي خطوة وقرار إنه أنت عايزة تتغير. تاني حاجة في خطوة نحو التغيير تغيير نمط تفكيرك، أو بمعنى أوضح تحويل الفكر، أو أنت تحول فكرك. ده ممكن الكتاب المقدس بيتكلم عنه كتير، فممكن بنلقاه في رومية 12:2 بيتكلم وبيقول إنه إحنا محتاجين نتغير عن شكلنا بتغيير أذهاننا. طيب أنا ممكن أخدت الآية من النص بس عايزة أوصل بيها فكرة معينة. الكتاب المقدس بيقول إنه نتغير عن الشكل بتاعنا بتغيير الذهن بتاعنا. طيب ليه الكتاب المقدس بالضبط اختار إنه عشان أنا أتغير محتاجة أغير النمط بتاعت الفكر بتاعي؟ لأنه الحاجة دي مهمة جدا، وده بيدينا دافع إنه حتى الكتاب المقدس بيشجع إنه إحنا عشان نتغير محتاجين نتغير عن الشكل بتاعتنا بالتغيير بتاعت الفكر. ليه؟ لأنه
أفكارك هو اللي بيمثلك. الفكرة والطريقة اللي انت بتفكر بيها دي الحاجة اللي بتمثلك انت كشخص، كبنت، كأم، كأخت، كصديقة. أفكارك هو اللي بيشكلك، أفكارك هو اللي بيمثلك. لما انت تتكلمي عن حاجة انت بتفكري فيه، الشخص التاني بيعرف انه انت من خلال كلامك والنمط بتاعت التفكير بتاعك. فبالتالي عشان انه انت تتغيري محتاجة تغيري الفكر بتاعك. ممكن في افكارك في كلام كتير اتقال ليكي، في كلام كتير يعني قالوها عنك، قالوها ضدك، اتقالت في حقك، اتقالت في وجودك وانت سامعاه. فدي شكلت حصون زي ما قلناها قبل، وشكلت تحدي انه انت ما تقدر تتغيري. فعشان انت تتغيري محتاجة انك تمسح كل حاجة اتقالت عنك السلبية، اتقالت عنك ما صح، انه انت ما بتتغيري، لانك تزرع في نفسك كلام جديد عن طريق بتاعت التوكيدات اللي ممكن استخدمناها كان في الحلقة الأولى، كيف انك تقبل نفسك. استخدمي نفس التوكيدات ده، استخدميه. ولو انت ما عارفة كيف بيستخدموا التوكيدات ده ممكن ترجعي للحلقة اللي فاتت قبول الذات، وحتلقي هناك التوكيدات بيستخدموا بها بطريقة. مهم جدا انك تستخدمي التوكيدات ده وانت قاعد تأكديه على نفسك، وانت قاعد تستخدمي كلمات الكتاب المقدس عنك، وانت حتقدري تشوفي نفسك وتشوفي افضل نتيجة لتغييرك، انه انت حتغيري فكرك. فبالتالي بيكون سهل جدا انك تبدأ تتغيري في اي ناحية من نواحي حياتك يلي انت عايزاه انه يتغير فيك. تلقي نفسك انه انت قاعد تكتشفي إرادة بتاعت ربنا الصالحة لحياتك من خلال بس تغيير بتاعت فكرك، وحتشوفي انه كل كلمة اتقالت لك انه ما حتقدري تتغيري ما صحيحة خالص. الخطوة الثالثة نحو التغيير ممكن القرار بعدم النظر والتأمل بالماضي. عشان انت تتغيري او تمشي بطريقة صحيحة في الخطوات اللي انت اتخذتيه نحو التغيير، زي ما انا اتخذته قبل اليوم وساعدتني جدا انه انا اقدر اتغير. وده ممكن اللي اداني نعمة انه انا في يوم الليلة يعني انه انا اقدر القى لي فرصة واقدر القى شجاعة اني اشارك بكل حاجة انا لقيتها او ممكن استفدت منها او ممكن ساعدتني انه انا اتغير في حياتي. فالخطوة الثالثة مهمة جدا، انه انت محتاجة تغرري انه انت ابدا ما حتتأملي في الماضي، ما حترجعي للماضي، ما حترجعي لأي كلمة اتقالت لك ولا حتتأملي فيها. ليه؟ لأنه كل ما انت قاعدة تتأملي فيه وكل ما قاعدة ترجعي للماضي لكل كلمات سلبية اتقالت لك، كل ما انت قاعدة ترجعي فكرك لنفس النقطة من جديد، قاعدة ترجعيه تاني وقاعدة توريه انه انت ما قادر تتغير. ليه؟ لأنه هو بيعمل مراجعة لكل كلمة اتقالت لك قبل اليوم. لكن لما انت تقرري انه ما عايزة تتأملي في الماضي، ما عايزة تتذكر الماضي، الماضي بيفضل ماضي وانت عايشة في حاضرك وعايزة تعيشيها بكل حاجة حلوة فيها عشان تقدر تعيشي المستقبل بتاعك بطريقة أفضل. فانت محتاجة ما تتأملي فيها، ده بيكون أفضل قرار نحو التغيير. الخطوة الرابعة كن مصرا للتغيير. ممكن بمعنى تاني ثابت مثل الصخر. ليه أنا اخترت كلمة ثابت مثل الصخر؟ لأنه الصخر مهما حصل أمواج، مهما حصل يعني أشياء ما كويسة، مهما حصل تغيرات في البيئة في الطبيعة، الحجر قاعد يفضل ثابت، الصخر بيفضل ثابت. وممكن أصل حاجة من أنواع الصخر اللي هو الجبل بيكون صامت ما بيتزعزع مهما كان في هواء، مهما كان في مطر، مهما كان في تغيرات في أمواج، في تغيرات في الطبيعة، بيفضل ثابت زي ما هو. ممكن بنلقى الكتاب المقدس بيتكلم عن إنه الثبات مثل الصخر، أو إنه بيتكلم أمثال عن الصخر، قدر شنو إنه الصخر مفيد، قدر شنو الصخر صلب، قدر شنو الصخر بيفضل ثابت زيه وزي. ممكن المثل بتاع الرجل العاقل والرجل الجاهل، يلي واحد بنى بيته على الرمل والتاني بنى بيته على الصخر. كان الصخر سند قوي له انه لما تجي الموج، لما تجي تغيرات بتاعت البيئة، تجي المطر، بيته يفضل ثابت. ليه؟ لانه هو بنى بيته على اساس ثابت اللي هو الصخر. فلما انت تجي وتبني ايمانك وتصميمك
في إنه أنت تكوني مثل الصخر بالضبط، مش تبني على الصخر بس، لكن تكوني زي الصخر بالضبط، صلبة ثابتة في قرارك نحو التغيير. حتلقي نفسك إنه مهما كان في كلمات رجعت من الماضي، مهما كان في كلمات جديدة اتقالت في الحاضر، ما حيشكل فرق فيك أبدا. ليه؟ لأنه أنت عندك قرار ويقين وتصميم ثابت. خامس حاجة هي آخر حاجة، اقنع نفسك بأنك أو بأنك بتستحق الأفضل من اللي أنت موجودة فيه حاليا. اللي أنت موجودة فيه ممكن يكون مرارات بتاع الماضي، ممكن مرارات بتاع إخفاقات، ممكن مرارات بتاع كلمات اتقالت في حقك، ممكن مرارات كثيرة مشكلة جواك، وكل شخص مرارته بيختلف عن التاني، لكن بيفضل مرارة، والمرارة دي بتفسد حياتنا، بتشيل مننا السعادة بتاعتنا، بتخلينا ما نعيش حياة أفضل. وحتى الكتاب المقدس بيتكلم إنه المسيح جاء عشان يكون لنا حياة، والحياة دي خليها تكون أفضل. فبمعنى أي حياة إحنا بنعيشها ما فيها سعادة وما أفضل لنا، ده ما الحياة اللي ربنا عايزه لنا. فعشان الحياة اللي ربنا عايزه لنا واللي إحنا بنستحقها، لأنه يسوع هو اللي أدانا له، محتاجين إنه إحنا نصر إنه إحنا عايزين نعيش حياة أفضل من كده. وده ما بيحصل إلا إذا أنت بتقنعي نفسك وأنت بتعيشي الحقيقة اللي في الكتاب المقدس عنك أنت، إنه أنت قادرة تتغيري، إنه أنت صلبة، إنه أنت غالية، إنه أنت قادرة، إنه أنت بتستحق الأفضل. علشان كده أنت محتاجة إنك تتغيري. فده لما أنت تضعي نفسك في الموضع ده وتقنعي نفسك إنه أنا بستحق أفضل من الحياة اللي أنا عايشه، أنا بستحق أفضل من المرارة، أنا بستحق أفضل من كل ألم ووجع أنا عشته في الماضي، بستحق حياة أفضل. لما أنت توصلي في المرحلة ده هتلقي نفسك أنت وصلتي لآخر مرحلة نحو التغيير. ومهما جاء سيل، مهما جاء أمواج، مهما جاء أشياء صعبة في حياتك، هتفضلي ثابتة وهتفضلي تتغيري في كل ناحية أنت عايزاه. ليه؟ لأن أنت بقيتي صلبة، أنت اتخذتي أول قرار، أنت وصلتي لغاية آخر قرار نحو تغييرك، وثقتي في كلمة بتاعت ربنا، وثقتي في نفسك إنه أنت بتستحقي الأفضل. فبالتالي هتلقي نفسك إنه أنت ابتديتي تتغيري. وفي كل نواحي حياتك لو أنت جيتي يوم قررتي تتغيري، ودي الطريقة اللي أنا بآمن بيها، ودي الطريقة اللي أنا استخدمتها وساعدتني جدا إنه أنا أتغير في أي ناحية من النواحي بتاعت حياتي، وبتساعدني لغاية حاسة لو قررت إنه عايز أتغير أو آخذ نحو التغيير، ما في حاجة بقيت قدامي، لأنه أنا قدرت أصمم، قدرت أوصل لقرارات اللي ممكن أنا أمشي بيها أو أنا أواصل بيها من خلال بتاعت القرارات أو من خلال بتاعت النقاط اللي أخذناها في الحلقة دي. فعشان إنه أنا وإنت نوصل لرحلة بتاعت شفاء كاملة، إحنا قاعدين نتخذ قرارات إنه إحنا عايزين نتغير، وده حيفضل معانا لغاية آخر مرحلة من مراحل حياتنا. إنه إحنا حنفضل في كل زاوية، في كل وقت، في كل ثانية إحنا حنتخذ في زاوية معينة خطوة نحو التغيير. وعشان كده أنا مبسوطة خالص إنه أنا كنت معاكي في الحلقة دي. أفضل تابعي معانا في حلقات جاية أكتر هتساعدنا إنه إحنا نعبر مع بعض في رحلة بتاعت شفاء ناجحة جدا، بمعونة بتاعت ربنا وبنعمة بتاعت ربنا لحياتنا، وبإنه هو يديني نعمة في عيونكم أكتر وأكتر. كوني بخير لغاية ما نتلاقى في الحلقات الجاية في برنامج